وبعدين انا لازم الاقي حاجه، مش هفضل فاضي كده. لا، مش هفضل فاضي كده. ازيك يا صديقي؟ هو انا ليه لازم يكون عندي هدف في الحياه؟ يعني ليه انا كانسان يكون عندي هدف في الحياه؟ بص، هتعرف اجابه السؤال ده في شرح مبسط كده في اخر الحلقه. بس قبل بقى ما اخش في مواضيع، عايز اقول لك حاجه صغيره كده. بص يا صديقي، عايز اقول لك ان الناس اللي على السوشيال ميديا مش دايما دي حقيقيه. يعني الشخص المليونير ما كانش مليونير بسهوله. لا، في حاجات ورا الكواليس انت ما شفتهاش. عشان كده بقول لك مش دايما تفتكر الناس سابقينك. مش دايما الناس سبقوك. لا، انت بجد انت ماشي في توقيتك المناسب. ممكن تكون متاخر شويه، وقتك لسه ما جاش، بس ما اتاخرتش. انا حاطط جمله معلقه قدامي في المكتب، ودايما ببص عليها عشان ما احسش ان انا متاخر. بس دايما بسعى، يعني لازم اسعى بطريقه. جمله بتقول: انت تمشي تماما في توقيتك المناسب. خلي الجمله دي في دماغك. ليه بقى؟ انا كانسان لازم يكون عندي هدف. بص، كل حاجه على كوكب الارض دي ليها هدف. يعني الاسد بيستخبى ويصطاد فريسته عشان هدفه ان هو ياكل. انت بقى قاعد ماسك لي موبايل تتفرج على علي علوكة واشرف كوخه، وعايزني ما اقولكش قوم شوف لك حاجه؟ ما ينفعش يا صديقي. بص، عشان تلاقي هدف ليك في حياتك، احنا عندنا طريقتين ممكن نشتغل عليهم. يعني نشتغل من ناحيتي او من ناحيتي. ممكن اشرح لك بالتفصيل في فيديو جاي. بص يا صديقي، في طريقتين. اولا، انك تكون موهوب في حاجه فتسعى فيها. انك مثلا تكون شاطر في الغنى، ممثل شاطر بتعرف تمثل، عندك موهبه الرسم، تقدر تسعى في الحاجات دي. انك بقى تخش ورش تمثيل تطور نفسك، تدور على فرصة في مسرح، مثلا تقدم في مسرح لو انت في جامعة، تشوف مسرح ممكن تقدم فيه فرقة مسرحية. وفي حاجات كتير. بص، في جملة سمعتها، بما ان بنتكلم عن الموهبة يعني، في جملة سمعتها حلوة قوي وعجبتني الصراحة. بيقول لك ايه بقى: الفقير لو عرف قدراته والمواهب اللي ربنا اداها له، كان زمانه بقى اغنى واحد في وقت قصير. فانت ممكن يعني تاخد وقت عبال ما تلاقي موهبتك، بس في موهبة. تاني حاجة بقى، دي ممكن أنا الصراحة اشتغلت عليها أكتر من الحاجة الأولى. إنك تتعلم حاجة جديدة، أو زي ما أنا بسميها إنك ترمي نفسك. يعني إيه أرمي نفسك؟ ترمي نفسك إنك تتعلم مهارة جديدة. ترمي نفسك في مجتمع غريب عنك. يعني مثلا تنزل تتعلم كورس جرافيك ديزاين، تتعلم تسويق، تتعلم برمجة. كل الحاجات دي هتخليك تدوس شوية في سوق العمل. بما اننا سوق العمل كله بيتكلم عن التكنولوجيا، ممكن ازاي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بما انه هو الترند والقفزه الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. تتعلم ازاي تتعامل معاه، ازاي تكتب له امر بطريقه صحيحه عشان يطلع لك الصوره او الفيديو او الحاجه اللي انت عايزها اللي في دماغك. فدي حاجه تكنولوجيه. ممكن بقى تتعلم حاجه على ارض الواقع. ممكن تفتح مشروع. انت عايز تفتح مشروع، تتعلم ايه؟ تتعلم رياده اعمال، ممكن تتعلم تمثيل، رسم، ممكن تتعلم سيلز اللي هو التسويق برضه. ف في عندنا طريقتين، وممكن يكون في طرق اكتر انا ممكن لسه ما اكتشفتهاش، بس وانت في رحلتك تكتشفها يا صديقي. بص، عندنا نوعين من الاهداف. طبعا اكيد انت عارف ان احنا عندنا نوعين من الاهداف. في اهداف طويله ممكن توصل على الهدف البعيد قوي، في اهداف على المدى القصير. ازاي؟ يعني مثلا انت بتقول انا عايز اتعلم مثلا 4 لغات برمجه. فانت اللغه مثلا ممكن تاخد معاك شهر شهرين. فانت على المدى البعيد الهدف انك تتعلم 4 لغات برمجه. لكن على الهدف القريب انك تاخد لغه برمجه تتعلم منها اجزاء، وهنتكلم عنها في تقسيم الوقت ازاي تاخد كل جزء لوحده. في جمله انا معلقها قدامي عشان قبل ما احط اي هدف لازم ابص على الجمله دي. ليه؟ لانها هي اللي بتساعدني احط هدف ازاي. بس قبل ما اقول لك الجمله دي او الحروف اللي هي الكلمه اللي اختصارها من 5 حروف، ما تنساش تحط لايك وشير. الكلمه هي سمارت. سمارت انا عندنا متقسمه ل5 حروف. اول واحد اس، سبيسيفيك، محدد. لازم يكون هدفك محدد. يعني لازم تحدد هدفك ايه. يعني ما ينفعش تقول عايز ابقى غني فتبقى غني كده من اللف والوطن. لا، في مثلا تحط هدف تبقى غني مثلا في 5 سنين.
تبقى مليونير مثلا في 10 سنين، تحط طريق، تحدد هدف واقعي تقدر تقيسه، ان الهدف يكون قابل للقياس. measurable. يعني مثلا عايز تتعلم الجافا، لغة الجافا في البرمجة، في مثلا انا مش عارف، يعني انا سألت واحد صاحبي قال لي مينيمم تاخد مثلا من شهر لشهرين، وممكن انت لو دايس فيها قوي فاضي تاخدها في وقت اكتر. فمثلا انت حطيت هدف قابل للقياس ان انت في شهر هتخلص لغة الجافا دي، ده هدف انت حاطط له مدة محددة قابل ان انت تقيسه، بتاخد جزء كل يوم فقادر تعرف ايه هو. حط جزء كل يوم فقادر تعرف هتوصل ازاي، انت حاطط طريق. عندنا تالت حرف ال A achievable أو attainable، اللي هو تقدر توصل زي ما قلت لك في الحرف اللي قبل. رابع حرف معانا واقعي R realistic. يعني ما ينفعش انت كشخص بتقرا كتب تقول لي انا هخلص كتاب 500 صفحة في 24 ساعة، مستحيل. حتى لو بتقرا بسرعة مش هتفهم حاجة، خصوصا لو بتقرا بقى بتمعن بقى وبتحب تاخد المعلومة وتفهمها. ومثلا لو بتقرا مثلا كتاب عن تطوير الذات تاخد جمل من الكتاب، فما ينفعش تقول لي هخلص 500 صفحة في يوم، لا مستحيل، مستحيل. فخليك واقعي، مثلا اخلص النهارده 10 صفحات، فاهم قصدي ازاي؟ واخر حاجة حرف التي تايم، اللي هو لازم يكون في وقت. حتى الهدف طويل طويل لازم تحط له وقت. ان مثلا تقول انا خلال سنة مثلا هقرا 5 كتب، خلال سنة هقرا 100 كتاب، خلال سنة هقرا 50 كتاب. في ناس بتقرا 100 كتاب، انا بقول لك دي حاجة مستحيلة يعني. بص، وفي النهاية بقى انا حابب اختم بمقولة واخدها من كتاب العادات السبع للاشخاص الاكثر فاعلية لستيفن كوفي. الجملة بتقول الحياة الفعالة تبدأ بتصور واضح لما تريد أن تكون عليه. وبس كده يا صديقي. أنا بس خلاص. إيه ده؟ أنت بتلعب يلا؟ بتلعب أنا اتعميت! أنت بتلعب! حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. أما تضحك، حتى يجي لي جلطة. أما تضحك يا أخي. حياة النبي محمد. بص، هي الجملة دي أنا معلقها قدامي. إن لا، آه اصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. لا جهاز هيفصل. الشاحن فين؟ الشاحن لا، المايك اتحرك.